مساء الخير عليكم البنات. اليوم حبيت ندير معاكم طلبية، حبيت نوريكم كيفاش نظمت روحي فيها، حبيت نوري لكم كل الخطوات وكل الطرق اللي باش تتحصلوا على نتيجة تكون مليحة، كيفاش تنظموا وقتكم، كيفاش ديروا الطلبية تاعكم. وريت لكم ثانيك دوزان اللي شريتهم من هذه الطلبية، ووريتكم لي روبو اللي نخدم بهم. وكما راكم تشوفوا درت هذه التشكيله تاع الفواكه. راح نبداو على بركه الله، تبعوا مليح معايا البنات باش بيان سور اللي حابه تتعلم تجيها كل حاجه سهله. بالنسبه كما راكم تشوفوا هنا، انا هنا راح نبدا نخدم لا جينواز. عندي البيض هنا راح نخدم دو بلاطو تاع جينواز، معناتها دو بلاطو تاع بيض. عندي لا ليفور هذه دير 30 ميل. عندي هنا فارينه تاع الميزان. بالنسبه للجينواز ماشي راح نخدم تاع الباكي، راح نخدم تاع الميزان كما راكم تشوفوا، شويه رخيصه. عندي هنا لافاني بالميزان ثاني. عندي سكر. هذه بالنسبه للجينواز. بالنسبه للغوبو اللي دائما تسقسوني عليهم، عندي هذا مولينكس ماستر شيف. هذا نرحب به اللوز الموايا والخشين. وعندي هذا مولينكس مولينات، لا مولينات دوبل اكس ال. هذا نرحي به لوز بودغ، نفوت نرحيه في الخشين ومن بعد نرحيه في هذا رقيق. هذا النوعيه تاعو بزاف هايله ان شاء الله. بون مانيش عارفه اسكو راهو كاين في الاسواق باسكو راه ناقص شويه. هذا مولينكس لا مولينات، وهذا مولينكس نورمالمون كاين في الاسواق. هذا يدير 1,600,000، وهذاك الصغير شريته ثانيك 1,600,000. وشنو فيه لوازم واحد اخرين. راح نبداو دوك نديرو لا جينواز. كما راكم تشوفوا عندي هنا 24 ليفور. عندي 2 كيلو سكر، عندي فاني، وعندي 2 بلاطوات بيض. نبداو على بركه الله بلا جينواز. نكسروا كامل البيض تاعنا. هنا هذه لا كونتيتي راح دير لي 400 حبه. عندي هنا 2 كيلو سكر في بلاطو بيض ندير كيلو، معناتها هنا راح ندير 2 كيلو سكر. البنات انا هنا راح ندير دو بلاطو بيض. وشنو كانت عندي مقبل شويه جينواز ماشي حاجه، كانت فضلت لي كنت دايرتها في الكونجيلاتور. يتما انا هنا واش سحقيت 2 بلاطوات بيض معاها 2 كيلو سكر معاها شويه فاني. ودوك نبدا نلايم فيها بالفرينه كيما العاده. هذه طلبيه اعراس. حبيت نوري لكم ابي بري كيفاش. هنا راني ندير في الفارينه هذيك تاع الميزان، وراح نحل بيان سور لا ليفور اللي هي 24 باكي في سنيوه. ترفد لي 10 حبات بيض، 4 لا ليفور وفارينه وكاس سكر. هنا انا درت 2 بلاطوات بيض معناتها 24 لا ليفور، معناتها 2 كيلو سكر فاني والفارينه حتى تلايم لي ونتحصل على القوام هذا اللي راكم تشوفوا فيه. شويه ثقيل. انا هذه ماشي راح ندير بها بسكوي ولا عفوا راح نرحيها صافي. كنت حقه شويه كما راكم تشوفوا هكا، نخبطها شويه. واش راح ندير دوكا؟ انا ننظم وقتي. راح نعمرهم في سنيوات. كل سنيوات ترفد لي 10 حبات بيض كما راكم تشوفوا. نوجدهم في سنيوات ونبدا نطيب فيهم بالوحده. وبعد ما تطيب كما راكم تشوفوا نقطعها هكا، نفتتها بيديا ومن بعد نرحيها في الروبو. وهذه نديرها دائما نهار ما قبل اللي نكون راح نخدم لي فخوي. ومن بعد نرحيها في الروبو، نحطها في ساشي مقيقي كما راكم تشوفوا هكا، ونحطها في الفريجيدير. واذا كانت بروده نخليها في نورمال في الكوزينه كما راكم تشوفوا فيها. دوكا هنا بالنسبه لاكريم بوغ راني خدمتها معكم شحال من خطره، خدمتها ثانيك ما قبل ودرت لها غطيتها في بساشي مقيقي ثانيك. وهذا السيرو اللي خدمته معاكم كما دائما نخدمه معاكم. ريت لما فيها 2 مغارف ولا 3 سكر يغلي ونطفيو له. بالنسبه للوز، هذا هو اللوز تاعنا. كنت رحيته صيرته. شوفوا البنات هذا اللوز شويه نزيت جاني واعر بالبزاف. ما جاي ترحالي بالسيف. ماذا بكم تخيروا اللوز الشباب، ماذا بكم تخيروا عفوا هذاك اللوز تاع كاليفورنيا الابيض. هذا هو السكر كلاصي اللي راح نخدم به اللي هو حلواجي. ديجا كنت وريته لكم من قبل. هذا فيه 5 كيلو يدير 53,000. دوك البنات هنا عندي 7 كيلو انا تاع لوز مرحي فارينه. واش راح ندير؟ كما راكم تشوفوا هنا عندي 7 كيلو. راح ندير لافاني شويه كونتيتي باسكو عندي كونتيتي كبيره. 7 كيلو البنات تخرج لي 410 حبات. خرجت لي 410 حبات. هنا راح ندير 11 كيلو سكر كلاصي. بالنسبه
ل7 كيلو انا جاتني 11 كيلو و900 غرام. انا درت نحيت 900 غرام ودرت غير 11 كيلو تاع سكر كلاصي، نقصت شويه. هنا بالنسبه للزبده مش راح ندير باسكو اللوز بزاف مزيت، جاني صعيب بالبزاف. كي يكون عندكم البنات اللوز مزيت ما لازمش ديروه جاري، ميم كي تشمخوها خلوها شويه ناشفه. شوفوا انا هنا دوك نبدا نلايم فيها، نشمخ فيها غير بالعقل كيما راكم تشوفوا. وشنو بالك يجرى لكم باسكو كي يكون مزيت يجيكم واعر اصلا، يولي يتلاصق في اليدين، وإلا جرى لكم ما عندكم ما راح ديروا. واش راني نقول لكم، هكا تبداو تعركوا فيه غير بالعقل حتى نتحصلوا على عجينه تاع اللوز كيما راكم تشوفوا. انا واش راح ندير، شوفوا ما جريتوش دوك انا واش راح ندير البنات، شوفوا شحال واعر، شوفوا لا كولور تاعو شويه في الفونسي. سي بور سا انا هذه مولاتها ما نكذبش عليكم حبت شحال من موديل، بصح بالنسبه للوز تاعها شوفوا كيفاش داير. انا راح نخير لها لي موديل اللي وانا مع هذا اللوز معناتها حاجه مدوره وتكون شويه في الفونسي. دوك نشوفوا راح نغطيه ونخليه. دوك هنا لا جينواز كالعاده البنات نرحيها شويه في المويه، ما نديرهاش رقيقه. هاي لا كاموبور واش راح ندير انا دوك نلايمها كالعاده حتى نتحصلوا على العجينه اللي توالمنا. وكما دوك تشوفوا حنعطيكم بعض النصائح بالنسبه للاعراس. ما لازمش تخلطوا كامل لاجينوز ضربه واحده، نخلطوا غير بالعقل. علاه باسكو البسكويت تاعنا يشرب وراح تخسروا بزاف في لا كراموبور، معناتها نخدموا غير في الحاجه كما نقولوا غير بالعقل. قسميات نحبه ونكملوا. شوفوا كي تولي لنا هكذا البنات، شوفوا شحال جاتني خفيفه. شوفوا انا هكا نحبس. واش راح ندير دوك بيان سور نوزنها كالعاده. دوك نوري لكم نوزنها هنا 45 غرام، نحطها قسم او نبدا قسميه حبه، نوزن قسميه حبه كيف عجينه اللوز قسميه حبه 500 غرام في لابول. نغطيهم ونبداو على بركه الله. سمحوا لي بتشكيله الخوخ. عندي هذيك الزيت دائما نحطها شويه في يدي، ماشي حاجه. عندي شويه تاع الفرينه قدامي. شوفوا كيفاش دايره لاباط تاع اللوز، جي شويه مزيت بزياده. صافي كيفاش ندير كيما راكم تشوفوا، نحط لابول تاع لا جينواز لداخل، نبوليها كيما راكم تشوفوا، ندورها ودوك نبدا نشكل. ما لازمش لي تخي تاع اليدين يبانوا، هذو دائما ننصحكم بهم. ودوك واش راح ندير، راح نبدا نشكل في حبه الخوخ. دوك عفوا الصوره هي اللي راح تشرح لكم نفسها كيما راكم تشوفوا. ونحطها في السنيوه. انا هنا راح ندير لها 100 حبه تاع الخوخ كيما راكم تشوفوا البنات. كيما راكم تشوفوا بيان سور. دوك انا نعمر السنيوه كامل كيما راكم تشوفوا هنا. بعد ما كملتها راني درت 100 حبه. دوك واش راح ندير، دوك نسبخها بالاحمر. شوفوا هذه هي لا كولور، درت شويه سيرو فيها شويه لا كولور. ودوك نوري لكم لا كولور اللي دائما تسقسوني عليها. هذه هي لا كولور تاع لامبورطاسيون الغوج. شوفوا ما شاء الله بزاف شابه، قطره تكفي لكم بالغرض. دوك واش راح ندير، نبدا نرش انايا في الخوخ تاعي. اللي ما عندهاش قرعه ريحه فارغه دير بالبوصادو ماشي مشكل. كي تبداو ترشوا في الخوخ يجي خد بخد كما يقولوا، جهه بجهه، ماشي لازم يجيني احمر كامل. صافي كنرشوه غير بالعقل كما راكم تشوفوا هكا. وراح نخليه ينشف، ومن بعد بيان سور ندير له الورق ونزيد له لي تيش تاع الشيكولا، ونوريهم لكم مع تالي كامل في كما نقولوا في لافينال كامل. نوريهم لكم كيفاش نتحصل عليهم. دوك هنا راح نخليهم ينشفوا. هكذا بالنسبه دوك واش راح ندير راح ندير لكم التفاح كيما راكم تشوفوا البنات. صبغتو بلا كولور فيغ. راني درت لا فارس داخل لابول. ديجا ني وريتكم بليزيور فوا كيفاش تشكلوا الفواكه تاعكم، كيفاش تنظموا وقتكم. دوك واش راح ندير انا، راح نوري لكم كيفاش نديروا التفاح. نسيو ما نخلوش لي تخي تاع يدينا في التفاح ولا في الحبه. دوك كيفاش تشوفوا، دوك نبدا نطلع فيها غير بالعقل. لا كولور جات بزاف شابه.
انا هنا عرفت كيفاش نكاسي لها في لي كولور باش ما يبانليش اللوز هذاك جاي شويه فونسي ماشي كيما اللوز الابيض الشباب. دوك واش راح ندير البنات، انا نكمل ندير لهم 100 حبه هذيك، وراح نرشها هي ثانيك بالاحمر باش دائما نكاموفلي لها هذاك لا كولور تاع اللوز. كيما راكم تشوفوا راح نبدا نرش. جاتها ما شاء الله حلوتها، يعني اني وريتها لكم في اللايف وكاين بزاف بنات عجبتهم وعلقوا لي، نقولهم يعطيكم الصحه البنات. كيما راكم تشوفوا هكذا. دوك انا واش راح ندير، راح نخليها تنشف وندير لها الورق تاعها بيان سور، وراح نوريها لكم ان شاء الله مع الاخر. كيما دوك هنا درت لها الورق، راح نخليها تنشف ونوريها لكم مع الاخر كالعاده. هكذا جات ما شاء الله. دوك هنا التفاح الاصفر اللي بالفيغ كيما الاولاني نفس الطريقه، صبغته صفر ورشيته بالفيغ، درت له الورق تاعو. ودوك هنا راح ندير لها المندارين ثانيك، صبغتها بالاورانج وراني نفخسي فيها. دوك في لابلاكات هذيك راح نبوي عليها، اني درت لكم ديجا فيديو تاع المندارين تقدروا تدخلوا تشوفوه بالتفصيل. دوك واش راح ندير، نبوي عليه مليح باش يخرج لي هذوك الحفايس. ودوك واش راح ندير انايا، نقطعهم بكوبات ولا كيما راكم تشوفوا فيا، ونخليها تنشف، ندير لها الورق تاعها وراح نوريهم لكم ان شاء الله كامل. كيما نقولوا بون سمحوا لي البنات. دوك هنا بالنسبه لي تاع الشيكولا، ذوبت شيكولا اون ماغي درتها في بوشادوي كيما راكم تشوفوا راني نخدم فيها. هذه هي شحال من خطره تقولوا لي عليهم، ديجا درتهم لكم فيديو من قبل مع شيكولا تاع الطل نورمالمون. هذه هي نخليهم ينشفوا بعد نحيهم حطيتهم على ورق الزبده كيما راكم تشوفوا كيما هكاك. شوفوا ما شاء الله جات ما شاء الله. دوك هنا بعد ما كملتها درتها في لي كيسات تاعها ومباليتها، درت لها في السنيوات باسكو حتى ديهم في السنيوات مولاتهم باش ما يتخسروا لهاش يبقاو لها جدد. شوفوا المندارين جاتها ما شاء الله. اذا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم، اشتراك في قناتي ديما نقول لكم يعطيكم الصحه. شوفوا التفاح جاها ما شاء الله، الناكري اللي درتو لها برونز جاها ما شاء الله. حبيت نكاموفلي لها بيان هذاك اللوز تاعها. نوصيكم نقول لكم شرو اللوز تاع كاليفورنيا الابيض كي تحبوا ديروا لي فروي بالاكو. انا كيما نقولوا ساعفتو وخرجتو لها وما شاء الله جاها ما شاء الله. ميم مولاتو عجبها. شوفوا الخوخ كيفاش جا، درت له ناكري ارجون وثانيك جاها ما شاء الله بالطبع، حبه بالطبع. وثانيك تفاح الفيغ لي بالجون ولا الجون بالفيغ سمحوا لي، ثانيك جاها ما شاء الله. دوك تشوفوه. نتمنى لكم كامل تجربوهم وتسيوهم في اعراسكم، على بالي بلي حتى تحصلوا على نتيجه تكون شابه. تبعوا برك المراحل والطرق، هذا ما كان. ها هو التفاح جا ما شاء الله. هذا درت له ناكري في الارجون. ماذا بيا يعجبكم. نقول لكم البنات يعطيكم الصحه، نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، ونقول لكم اشتراك في قناتي رنة الجرس باش دائما يلحقكم جديد تاعي. نقول لكم نتمنى لكم كل خير، نقول لكم بالصحه والهنا.